نحكي لكم على قصة في هالليل هذا. في واحد صديقية صار لها نفس الموقف. ممكن مش عارف إذا حد متعرض للموقف هذا قبل ولا لا، لكن يحكي لنا إذا حد متعرض للموقف هذا يقول لنا عليه. أنا زمان كان عندي صيدلية في جنزور. صيدلية ممكن نخدم فترات ليلية طويلة. المهم كنت طالب إن في ناس تخدم معي في الصيدلية. المهم جاني الفترة هذيك أكثر من دكتور، منهم دكتور بشري، وكان يخدم في مستوصف ولا عيادة تقريبا ما أتذكر، كانت قريبة من مكان. المهم الشخص هذا لما جاني، دكتور عادي، شخص كبير في العمر طبعا، سمين، شامة، معبي أصلع. جاني ويهدرز علي، دكتور عادي تقريبا، كان دكتور، أو هو مازال مش متخصص، ممكن كان دكتور أطفال حاجة زي هيك، على حسب من ذاك الكلام، كان في 2019. المهم جاني أول يوم عادي، هذه دي دور على الصيدلية واشبعها وتفهمنا، وقلت له خلاص مرة نبدأ من الأسبوع الجاي وما إلى ذلك. جاني بعدها في تاني يوم تقريبا أو ثالث يوم جاي، المهم خش لي زي توا. طبعا فضلت الصيدلية مع الساعة 12 تقريبا أو الواحد ممكن. قال لي أني كنت نرقد في الصيدلية ذاك الوقت. جاء قال لي تعرف، قال لي نقول لك حاجة، وأنت من الناس المحظوظين اللي نقولها لك وببلغ بها. قال لي أنا نبي، أنا رسول. قلت له كيف؟ قلت له ما فهمتش. قال لي أنا جبريل عليه السلام، سيدنا جبريل ده ما المفروض ننزل الرسالة علي أنا، نزلها على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. طبعا دولي هل بقصتها التفاصيل اللي يمكن ما نتذكرهاش، لكن اللي نذكر في التفاصيل هذه. قال لي أنا أصلا الرسالة المفروض تجيني أنا، وكان عندي علم بالرسالة قبل ما توصل لسيدنا محمد. وطبعا هو طبعا استغفر الله، ما يقولش في سيدنا، ما يقولش هذا، في يقول في كلام يعني كان في شخص عادي. وقال انا اصلي احنا من سلالة نبيلة او من سلالة مش عارف شنو، كنا نسكن الجبل، مش عارف، وسمى لي منطقة ما عشان اتذكر اسمها. قال احنا كنا نسكن المنطقة هذه، احنا ما ناكلوش حتى الماكلة العادية، احنا حتى يعني حشاكم ما يتبرزوش، فهمت كيف يعني؟ احنا انظف مخلوقات كائنات على الارض كلها. وقاعد يقول احنا عايشين من مش عارف الاف السنين، مش عارف شنو قال لي ذاك الوقت. وانا طبعا نسمع وساكت له، فهمت كيف؟ وقال لي الرسالة اصلا المفروض توصل لي انا، وجبريل عليه السلام طبعا رفعها، طال سيدنا محمد. ويمدولي في كلام وراه، وهو شخص يعني أنا مستغرب، هل هذا الشخص فعلا يعني يدوي رسمي ولا يبصر ولا الكاميرا خفية ولا هو شو اللي صاير بالضبط؟ أنا أول مرة نحط في موقف زي هذا في حياتي كلها، ما انحطيت في موقف زي هذا بكل نهائيا. المهم يعني طبعا بعد ما تم الكلام هذا كله، أنا قاعد هيك مركز شوية لمدة 5 دقايق. ما انحطتش في مكان في موقف زي هذا قبل، يعني كيف نتصرف، شو بنرد عليه، شو بنقول. زعما هل الموقف هذا لازم اني نضربه مثلا ولا نغلط فيه، ولا نبلغ عنه، شنو التصرف الصحيح اللي ممكن ندير لاني. في هذاك الوقت ما تملكنيش حاجه الا اني قاعد نقول حاول يعني ندرس عليه طبعا على سيدنا محمد والوحي، وان الله سبحانه وتعالى وكذا، وان انت غلط، لا ولا قاعد ويأكد ويشكك ويقول أنا فعلا. طبعا ذكر لي مواقف أشياء إنه هو كيف نزلت عليه، وكيف إنه جاء جبريل وقال له لا إحنا بنعطوه لسيدنا محمد. في تفاصيل أنا غير غايبة علي السلسلة، لكن اللي نذكر ان التفاصيل هذه انه هو كان متيقن متأكد. قال اكيد انت تو مش مصدقني والموقف صعب عليك ومش عارف شنو واحد. قلت له بقول لك حاجة، قلت له اني غير اول مرة نتعرض لموقف زي هذا. قلت له اني مش عارف التو حاليا نجي يعني بالحرف واحد نجي يخبط لك وجهك، نجي نلزق شن. قعدت بحرف واحد نقول له ما عادش عرفت شن نرد عليك. قلت له انت فت الكفر والشرك من غادي، قلت له انت في مرحلة تانية تماما، قلت له انت عايش في عالم بروحك. ما عادش نذكر التفاصيل اللي بعدها، بس قلت له كلمة واحدة، قلت له ننصحك نصيحة. أنا للآن قلت له مش قادر نستوعب الكلام اللي قلته، مش قادر نستوعب أنت شو تقول بالضبط، فننصحك يعني توا في دقيقتين هم تطلع من الصيدلية وما نشبحش وجهك. قال لي شنو يعني ما عادش نجي نخدم؟ قلت له انت قصدك قاعد تسأل، انت قاعد تسأل.
قلت له يا ريت ما عادش نشفع تو وجهك في الصيدلية يا ريت، يعني باش ما نعرفش أني شنو بيطلع مني توا. بس فالموقف هذا كان من أغرب المواقف اللي صارت لي في حياتي كلها. ويعني ما نعرفش يعني هل في ناس هل هي بوعيها أو مثلا مريضة ما نعرفش، لكن هذا دكتور ويخدم في الدولة ويخدم في أماكن مصحات، ما حاجة أنا مستغربة. نسأل الله السلامة والعافية. هيا تصبحوا على خير.